مساء الخير، حابة أتكلم في موضوع مهم جدا وهو افتقار دور الأب في الأسرة المصرية. طبعا الشائع جدا في الأسرة المصرية إن هو الأب بيصحى الصبح بيفطر بيروح الشغل يرجع من الشغل بالليل تعبان جدا مش قادر بياكل بينام بيجيب فلوس بيسدد فلوس دروس فلوس جامعة، قسطات بتاعة البيت كل الحاجات دي. لكن هو إن الأب يبقى موجود ويبقى متواجد ويقعد يعرف البنت دي مين صحابها وبتعمل ايه في حياتها وايه اهتماماتها وبتحب ده بتحب الدراسة دي ولا لأ ولا بتعمل ايه او كده. ما الام دورها ايه؟ او ان الابن ده مين صحابه بيعمل ايه في حياته وايه اهتماماته وعايز يبقى ايه، نفسه يعمل حاجة، كل الحاجات دي او ممكن يجي ياخد رأيه، برضو ده مش موجود. فبنختزل دور الاب ان هو عبارة عن ATM بيجيب فلوس وخلاص، مع ان دور الاب اقوى 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 بكتير من فكرة زي دي او من كلام زي ده. بس احنا مش بنشوف ده. احنا لما بنيجي نختار كده في الجواز ان شاء الله يبقى عندنا بارتنر، بنختار الست ان هي تكون ام كويسة وتقدر تربي الولاد لان هي معاهم لفترة طويلة. فخلاص يعني هي دلوقتي الست بنجيبها بنخليها ان هي تربي ولادها وخلاص، يعني واحنا هي محتاجة ايه اكتر من كده؟ او العيال محتاجين ايه اكتر من كده؟ احنا مش بنتعب. انا طالع عين امي وما بنامش اللي هو الجمله الشهيره جدا في اي ميم بتتعمل دلوقتي. ففكرة ان الاب هو عبارة عن ATM في البيت ده عامل مشاكل كتير قوي للناس، لان افتقار دور الاب في البيت عمل افتقار للامان. لان الدور الاساسي الاب من الدعم العاطفي المفروض يكون لولاده ان هو يكون السند ويكون الامان ويكون مصدر الحماية ليهم ويكون معاهم وقت ما هم يكونوا محتاجينه، وان هو يلبي لهم دايما الاحتياجات النفسية بتاعتهم اللي هو مختزلة جدا للأم. الأم مش تقدر ان هي تدي كل حاجة، وفكرة ان هي حتى لو بتدي كل حاجة هو فين القدوة؟ يعني الأب من أدواره الأساسية في الحياة هي القدوة، يعني هو يكون قدوة، وإن هو يكون مربي، وإن هو يكون موجه، إن هو يقدر يغرس القيم والأخلاق والمبادئ في حياة ولاده. يعني ده من الأساسيات اللي احنا بناخدها من الأب مش من الأم أكتر. كمان فكرة التواصل، يعني طول ما في تواصل ما بين الأب وولاده ده بيوصل لهم فكرة إن هم مفهومين وإن هم مسموعين وإن هم محبوبين وإن هم طول الوقت مطمنين إن لما يكون في حكاية أو إن احنا نكون عايزين تيبس أو إن احنا نكون عايزين أي حاجة في حياتنا، لأ ده الشخص اللي احنا هنلجأ له، فاحنا مستريحين وحاسين بتفاهم وحاسين بعمق في المشاعر إن هو في شخص موجود احنا هنلجأ له. عكس ما يكون افتقار للحاجة دي ان هو مفيش حد موجود، طب احنا هنعمل ايه؟ طيب يعني هنروح بقى نجيبها من اي حاجة تانية، يعني هيبقى في انفصال، الانسان هيبقى منفصل عن ذاته وحاسس دايما ان هو في حاجة ناقصاه بيحاول ان هو يعوضها من اي حاجة تانية. ونرجع احنا بقى نشتكي ونقول الناس مش مسؤولة ليه، والناس ليه مش ما عندهاش ادوار معينة في العلاقات ومش قادرين ان هم يحددوا هم عاوزين ايه، وان لما بيبقى في مسؤولية بيجروا وبيهربوا وما هماش مسؤولين عن اي حاجة. ما هو حضرتك الاب اللي موجود ده ما عملش تعزيز استقلالية ان هو الانسان يكون مستقل وان الانسان يكون مسؤول ومسؤول عن اي حاجة في حياته، حتى عن مشاعره، ومسؤول عن كل حاجة، وان هو يكون مستقل كده بذاته، حاسس ان هو مستقل وان هو مش هيرمي اي حاجة على حد ومش هيعتمد على حد اعتماد عاطفي، ان هو فكرة الاعتمادية اللي بتبوظ الدنيا دي خالص. لا، انا انسان مستقل عارف انا بقول ايه، لو غلطت انا عارف ان انا مسؤول، عندي تعزيز لنفسي. وعدم وجود الاب وان هو بيغذي الحته دي في الانسان، طب ما هو هيجيبها منين؟ يعني وحضرتك دلوقتي هات لي منطق، انا دلوقتي ما خدتش، انا ما شربتش ميه على فكره، يعني فانا هوصف لك طعمها ازاي؟ يعني بجد، او لما اعطش هروح اشربها ازاي؟ فهو الفكره انه احنا ما خدناش الحاجه عشان احنا نعرف نفهمها، وان انا اقدر اطور من مهاراتي، او ان انا اقدر ان انا اكون انسان احسن، او ان انا اكون يعني شخص مبدع بيدي في الحياه عموما. ما انا خلاص، يعني انا ما عنديش حد قدر ان هو يديني كل الستبس دي حرفيا. بجد انا الشخص اللي في حياتي هو بس وفر لي ان انا اكل، وفر لي ان انا البس، وفر لي ان انا اعيش في بيت بس بيديني مصروف. لكن هو بقى يشاركني او يتواصل معايا او يعزز استقلاليتي او يدعمني عاطفيا او كل الحاجات دي، لا، كل الحاجات دي مش موجودة، مش من اهتماماته اصلا، ما عندناش اويرنس بيه. فنكبر ان احنا عندنا دادي ايشوز وعندنا مشاكل كتير قوي متعلقة بده، واحنا ما عندناش وعي اصلا. يعني احنا ما عندناش وعي ان هو عدم وجود ده وصل لده، او حتى لو عندنا وعي احنا بنقعد نندب نفسنا وشخص تاني حرفيا انت كأنك بتدن في ملط. يعني هو حرفيا هو مش فاهمك، هو مش عارف انت عايز ايه ولا في ايه. فلا يا جماعة، يعني هو دور الاب اكبر بكتير قوي 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 من الفكرة اللي احنا مختزلينه فيها. يعني اللي هو لا، يعني ده اعظم واشرف من كده بكتير قوي. يعني اللي هو يعني ايه اب ATM بجد؟ يعني ايه؟
فالحقيقة أنا حابة أشكر أي أب عارف دوره وعارف هو بيعمل إيه مع ولاده، وولاده فاهمين ده وطالعين ناس كويسة وأصحاء. وأتمنى إن أي حد بيشوف الفيديو ده ما بيعملش كده مع ولاده، يحاول إن هو يقرب ويحاول يشوف المشكلة منين، ويبدأ إن هو يشوف. وحرفيا يعني يا جماعة ما تكرروش اللي أهاليكم عملوهم معاكم، اللي عملوهم اللي عملوه معاكوا مع ولادكوا بعد كده. يعني هي السلسلة اللي ماشية دي لازم تتقص، يعني لو تتقطع كده مرة واحدة، ما ينفعش ان هي تكمل. ال- الامراض النفسية من ايه؟ ما هو بسبب كده. يعني هو انتشار الامراض النفسية رهيب، ما هو بسبب ايه؟ ما هو بسبب ده. فلا يا جماعة، يعني ايه؟ وكل راع مسؤول عن رعيته. يعني كل واحد لازم يكون عارف ان هو مسؤول عن حد، فان هو حرفيا هو مش، هو ما خلفوش عشان يرميه في البيت ويشتغل اسمه بس. يعني اللي هو لا، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي، ومحتاج وقت ومحتاج مجهود ومحتاج بذل طاقة عشان ان انت تقدر النعمة اللي ربنا مديها لك دي حتى يا عم. في النهاية ثانك يو ان انت وصلت لحد هنا. طبعا ما تنساش بقى لايك وشير وكومنت وريبوست وكل الحاجات الحلوة دي.